نفسي اقول لكم اخبار الاسعار كويسة. احلى ان شاء الله. لكن الاسعار نار بيقولوا في رمضان. ارتفاع اسعار الدواجن واللحوم والزيت والسكر والارز والفول. اليميش بيرتفع بنسبه 200%، ولفه قمر الدين ب 55 جنيه. بصي دي البدايه، بس انا بعتقد ان الايام القادمه مع وجود الرئيس السيسي وخطته في تخفيض الاسعار ومع لا انا هنزل لسه اشوف لفه قمر الدين دي ب 55 جنيه ولا لا. مش لا بصي هقول لك على حاجه. الست المصريه الشاطره يا جماعه هاتوا المشمش اسعاره كويسه المصري. استاذ محمد ترابيا بيقول عين الجمل ب 127 جنيه كيلو. ما مش لازم ترابيا ياكل عين جمل، ما ياكل سوداني يعني. والمشمش انتوا ممكن تعملوا في الخلاط وتقدروا تعملوا منه قمر الدين، ممكن تعملوا منه عصير. الستات بقى تبتدي تشتغل يعني على الحكايه دي. مش لازم بلاش حتى قمر الدين كله، بلاش قمر الدين كله سكريات وهيزود في الوزن وغيره. لا مش بلاش يعني. وفعلا الست المصريه زي ما انت قلتي تقدر تعمل كل حاجه يعني. بلاش المكسرات، خلينا في السودان وخلينا في الزبيب. واللي برضه لو كان الزبيب غالي يا جماعه العنب موجود وتنشفوه.